على طول تدخل من اللاعب عبد الله الشحات، يدخل بقوه. حسام غالي تمريره بينيه في منتهى الخطوره، ادي امامنا طلعت وجول. محمد طلعت وجول للنادي الاهلي وسط غفله دفاعيه. محمد طلعت يعلن عن نفسه بقوه في هذه اللحظات ويسجل هدف النادي الاهلي وسط ضغط اهلاوي ووسط غفله دفاعيه، وليس هناك عمق دفاعي في هذه اللقطه. نزول محمد ناجي جده يفتح الابواب المغلقه ويعطي النادي الاهلي تفوق مستحق في الشوط الثاني في الدقيقه 58 عن طريق محمد طلعت. ادي امامنا محمد طلعت في هذه اللحظات وفي هذه اللقطه، لاعب اللي اكد الحقيقه يعني جدارته بهذا المكان. شوف حضراتكم الكوره، شوف السرعه، شوف الكثافه الهجوميه اللي ما كانتش موجوده، يهرب من الرقابه، يهرب امامنا، لكن هي بدات امامنا من وائل جمعه يلعبها امامنا. صراع كبير بين معتصم سالم الذي كان على اعتاب وابواب النادي الاهلي، ولكن امامنا الكره تصل الى لاعب يملك موهبه، هو اللاعب محمد طلعت في هذه اللقطه ليعلن عن تفوق الاهلي في الدقيقه 58 الدقيقه 13 من الشوط الثاني. هدف تفوق اهلاوي عن طريق محمد طلعت. بداها وائل جمعه بتمريره طوليه، يعني من التمريرات الصعبه